لو فاكر ان كانفا عشان تصمم بيها بس، يبقى انت غلطان. تابع معايا الفيديو عشان تعرف ليه. اول استخدام معانا الكانفا غير ان احنا نصمم بيه، ان احنا نستخدمه للتغذية البصرية. كمية القوالب اللي موجودة على كانفا ممكن ان احنا نستخدمها في التغذية البصرية واحنا شغالين علشان ننتج تصاميم احسن من اللي احنا بنعملها. الاستخدام التاني في كانفا ان احنا نعمل صوت وفويس اوفر بالذكاء الاصطناعي. في كمية تطبيقات ذكاء اصطناعي بتعمل صوت موجودة على كانفا، وممكن ان احنا نستخدمها في الفيديوهات بتاعتنا. الاستخدام التالت في كانفا ان احنا نجيب الوان متناسقة للون اللي احنا بنستخدمه. لو استخدمنا اللون ده او اللون ده او اللون ده، فهيجيب لنا لون تاني متناسق معاه عشان نقدر نستخدمه في التصميم بتاعنا. وممكن نغير الاستراتيجية اللي هو شغال بيها، فهيجيب لنا تلات الوان، واللون الرابع هو اللي احنا شغالين بيه. دي نهاية حلقتنا النهاردة. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.